ما عمرك تثيق بلي شي حاجه كطرا غير هكاك. خاصك تمشي تقرا تبحث وتاكد عاد تعرف اشنو وقع. اسبانيا هاد الايام لابسه عباءات الملاك الباري اللي كيدافع على حقوق الانسان والديمقراطيه في فنزويلا، ولكن الحقيقه هي ان اسبانيا وامريكان داخلين في حرب عد الاصابع. علاش اسبانيا رفضت تعطي قواعدها العسكريه للامريكان؟ واش صحوه الضمير زعما؟ دابا نشوفو. Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. اسبانيا ما على بالها لا بمادورو ولا بحقوق الانسان. الصراع الحقيقي هو على سياده العقود. شركه ريبسول الاسبانيه هي المشغل الفعلي للنفط في فنزويلا. اسبانيا ولات كتهرب التكنولوجيا للحقول الفنزويليه بعيد على عين امريكان ونظام سويفت. واشنطن شافت هذا الشيء اختراق وبغات طيح مادورو باش تحيد الكعكه من يد الصبليون وتجيب الشركات ديالها. وهنا فين غيتزير الماتش. امريكان بغات تضغط على اسبانيا باش تخليها تستعمل القواعد العسكريه ديالها بحال قاعده روتا ومورون في اي تحرك ضد ايران. اسبانيا عرفت باللي امريكان كتستعمل البلطجه النفطيه باش تسرق مجهود الشركات الاوروبيه. اسبانيا عندها علاقات طاقيه مع ايران ومع فنزويلا، والرفض ديالها باش تستعمل الامريكان القواعد ديالها هو ورقه ضغط كتقول للامريكان الا قصتوا المصالح ديالنا في فنزويلا غنحبسوا لكم السوارت في المتوسط وفي ايران. امريكان فرضت على الشركات الاوروبيه واسبانيا تعطي السجلات ديالها للسي اي اي باش تسمح لهم يبقاو في السوق. الا ما بغاوش كتهددهم بوقف التنسيق الامني. حنا قدام حرب بارده بين الحلفاء. الصراع الامريكي الاسباني هو نفس الماتش اللي لعبه فرنسا وامريكان في افريقيا ولبنان. السياسه ما فيهاش ملائكه، فيها مصالح كتحركها لغه القوه والفلوس. تهلاو.